مش هنخلص بقى. حد يقول لي مش هنخلص من ايه؟ هقول لك، ما انا جاي لك في الكلام بس استنى. الاهلي يفوز على سموحه بثنائيه نظيفه ويرفع رصيده للنقطة 15 عشان يوصل لصدارة الدوري. جماهير الأهلي غضبانة على كولر، على اللعيبة ما فيهاش، الفرقة ما فيهاش لعيبة، كله نايم، وفي الآخر تبص الأهلي في الصدارة. ما تسألنيش إزاي، ما أعرفش، هو الأهلي في الصدارة. الأهلي في الصدارة. طيب الصداع اللي بنتكلم فيه طبعا امام عاشور احرز هدف. يعني امام ما فيش اختلاف على امكانياته. يعني لعيب يا جماعه لو ركز في الكوره بس هيبقى قد كده 33 مره. امام مش طبيعي، يعني امام لعيب كوره مش طبيعي، عشان بس نكون احنا متفقين على النقطه دي. شوف الفنت، وشوف عدى من الحارس ازاي وحطها ازاي، وشوف اصلا امام عاشور النهارده خلال احداث المباراه، شوف دوره طول ال 90 دقيقة. مان اوف ذا ماتش عن استحقاق، ما اختلفناش، بس ليه البالونة يا امام؟ في عيد ميلاد حد او حاجة حبيبي؟ بالراحة بس، ده عيد ميلاد. طب انت جايب البالونة، ما احنا كده مش هنخلص، وبعدين جايب بالونة بيضة. يا ابني كفاية حوارات، زهقنا يا ابني كفاية حوارات. عايز توصل ايه ولمين؟ ما احنا كده دونجا الماتش الجاي مش هيجيب لك بالونة بقى، لا. عارف انت البلالين اللي بتتحط، اللي هو الراجل اللي على شكل بالونه اللي بيتحط قدام القاعات ده، اللي هو الكبير اللي بيقف يعمل كده؟ عارف انت هيجيب لك واحده منها، هيطلعها من الشراب ينفخ، بس هيجيب لها منفاخ دي بقى، هيجيب لها منفاخ ويقعد ينفخها ويقول لك يلا انت بقى البالونه دي اللي بتبقى قدام القاعات، هيقعد يعمل لك. يبقى احنا كجمهور بقى قاعدين، ده جاب بالونه، الماتش الجاي ده هيجيب شمعه، اللي بعده ده هيجيب تورتايه، هينزل. تعالى يا عم حارس، جبت التورتايه؟ اه طب يلا. طب الماتش اللي بعده ده انت جبت ايه؟ نص ضاني؟ طب يلا. مش هنخلص بقى. ليه يا ابني بالونه يا ابني؟ عملنا لك ايه يا ابني؟ ليه جايب بالونه بيضاء؟ انا مش فاهمك. طب انت عايز ايه؟ ما اعرفش. يا ابو الصحاب، عامل ايه؟ يا رب تكون كويس من غير مقدمات كتير ومن غير هري كتير. احنا طالعين من 2024 متصدرين الدوري واحنا الابطال والدنيا راغب. قلت لك الاهلي هيكسب مؤجلاته هيبقى متصدر الدوري، صح ولا لا؟ قال لي اهو ارجع فين؟ ارجع مكاني، ما بس يا رب احافظ عليه. المركز يا رب السنه دي بس ما اخرجش تاني واروح كونفدراليه. يا رب نخلي بال الاهلي اهو، رغم ان هو وحش، الدنيا قايمه فوق، المدرب يمشي يا مدرب، يمشي يا كابتن محمود، يمشي تصدر الدوري. وانا فكره اصلا مش فاهمها، بس استوعب معايا. اما خسر في افريقيا، يعني كولر عمل سلسله لا هزيمه 27، فاهم؟ هو اللي عملها يعني، ولا مانويل عملها ولا فايلر ولا اي مدرب، يعني هو اللي عامل السلسله دي في افريقيا، محدش يعرف يعملها اصلا. ماشي، سلسله لا هزيمه، خسر مباراه في افريقيا، امشي يا كولر. عشان ابين لك الدنيا بتقوم عندهم ما بتقعدش. ازاي اتعادل؟ ازاي اخسر بطوله؟ اديك شايف ايه؟ لازم صباكات يا كابتن محمود، لازم المدير الفني، لا ده الفتره يخرب يهلك، حاجات كتيره بسبب انه هزه بسيطه. وطبيعي في الكوره والله مفيش حد تنين مجنح، مفيش حد بيكسب على طول. المهم بقى بصحاب، نيجي للقطه المباراه كلها، لقطه امام عاشور. قبل امام عاشور كان في الاسيست، عشان ندي كل واحد حقه. حسين الشحات الاسيست العالمي لامام عاشور ما فيهاش اوفسايد. امام عاشور برضو العالمي اللي بقالي كتير ما شفتش، يعني اللاعب بينفرد بالجون يرقص الجون، بقالها كتير. انت مش نسيت ان الحارس بيترقص؟ بقالنا كتير ما بنشوفش اللي هو امام عاشور رقصه حطها جون. روح بقى يا امام وروح اجيب التالت. والله ما حاجنا. تعالوا يا اولاد كوميك كجاير في امام، بس استهدى بالله. لا ده انا مش هسكت. طلع بالونه بيضه ونفخ في الهواء، اتاري البالونه بالصحابه اتنفخ. والله سبحان الله. بعد كده قام واخدها تايس عليه. الرساله واضحه يا اولادكم الشكاير، خفوا بقى خفوا بقى بالبلد، عشان انتوا طالعين على امام عاشور العميل 101. ده راجع لاني جمال، ده بيعمل مشاكل، ده احنا اللي مرتبينها. هيرجع فين؟ انت ناس ما جاب جون فيك قلع التيشيرت، تصدق اما يقلع الشورت؟ يعني مش فاهم انت عايز منه ايه؟ عمال تنكش، هيرد عليك بستوري، هيرد عليك في الملعب. هو ملمس ارضي، هو انا قلت له كذا مره، لو ركز بس في الملعب الواد امكانياته تقيل، هو هتتكلم عليه مش هيسكت. ويا امام احنا كنا مطفين سجاير تحت باطك يا اسطى، عادي يا اسطى. اما جمهور بيهتف يا جمهور ما تردش. واقفين على الواحده ليه يا اسطى؟ انت ما كنتش بتاكل معانا؟ ما اكلتش عيش وطعميه معانا يعني؟ عادي اكلت معانا وقعدت في اللاد، وده اللي بتقول كمان من شغلك. واقفين على الواحده ليه؟ ما الجمهور يتكلم يا عم، ما تردش عليه. في غمضة عين الاهلي زحر من الصدارة وتصدر هو الدوري. الاهلي اللي عمال بيلعب في جميع
الانديه وفي دوري الابطال وفي كل بطولات اللي خلقها ربنا، اول ما بيجي للدوري بيزيح الكل ويقعد في مكانه ويتربع على عرش الدوري. والاهلي لما بيركب وبيدلدل رجليه والكلام يوصل لكل جماهير الكره المصريه. اما بقى بالونه امام عاشور ففي كلام كتير عليها، بس الكلام اللي هقوله والكلمتين اللي هقولهم دول يوصلوا لكل جماهير الكره المصريه عشان نقطه ومن اول السطر. هو امام عاشور في الماتش اللي فات زملكاوي قلبا وقالبا وبيرمي تيشيرت الاهلي على الارض، ولا هو النهارده اهلاوي وبينفخ البالونه البيضاء عشان الزمالك؟ ما ترسونا على حل يا جماعه، ما تركزوا بقى في ورقتنا. ده الاهلي شالنا خالص ونطرنا في غمضه عين من صداره الدوري، ما سابناش نتهنى 24 ساعه ورجع لمكانه، لانه ما ينفعش يبقى غير الاول. وكلمتين عايزهم يوصلوا لكل اللي بيقولوا الاهلي بيتجامل وبيكسب بالتحكيم. بقالنا اسبوعين عمالين بنذيع في فيديوهات، واخرهم كانت فيديوهات بتقول مش عايز اتكلم ولا اعيد الكلام، لكن مش هو اللي بيكسب بالتحكيم، ده طلع ان احنا. لكن النهارده تعالى بقى اتفرج على هدف لأسامة ابو علي وهدف اول بيتلغي. زيطة الفترة الجاية، ترند الفترة الجاية، بالونة إمام عاشور قلب الدنيا في 100 عقبة ومجننة جمهور الزمالك ومجننة إعلام الزمالك، وده الترند الجديد اللي هنتلهي فيه، وده الترند الجديد اللي إعلام الزمالك هيتلهي فيه، وده الترند الجديد والشماعة الجديدة اللي إعلام الزمالك هيتلهي فيها، بالونة إمام عاشور. وجبنا بالونة إمام عاشور منين؟ وإمام عاشور جابها بكام؟ وإمام عاشور نفخها على المستوى ده ليه؟ وإمام عاشور نفخ كام نفخة عشان ينفخها؟ خلاص بقى، دي مشاكل نادي الزمالك. نادي الزمالك ديونه متلتلة بسبب بالونة إمام عاشور. نادي الزمالك الدنيا بايظة فيه بسبب بالونة إمام عاشور. زيزو مش عايز يجدد في الزمالك بسبب بالونة إمام عاشور. الزمالك غرقان في ديونه والقيد واقف، ولا اتحاد الكوره مش عايز يسجل لنا اللعيبه عشان مديونين لاتحاد الكوره ب60 مليون بسبب بالونه امام عاشور. الزمالك فقد صداره الدوري المصري بسبب بالونه امام عاشور. كابتن خالد الغندور، ايه رايكم في بالونه امام عاشور؟ معرفش الكابتن ايمن يونس، ما ينفعش اللي امام عاشور بيعمله. ازاي تبقى مركز مع الاحتفال؟ ازاي تبقى مش عارف مين؟ ازاي تبقى مش عارف فين؟ ازاي مش عارف تبقى ايه؟ والاهلي، جمهور الاهلي بيفهمني ان هو بيمر باسوأ احواله. جمهور الاهلي بيفهمني ان هو بيمر باسوأ احواله. طب انت يا ابني في دور المجموعات ايه دنيتك؟ لا والله ده انا هصعد من دور المجموعات وهلعب في دوري ابطال افريقيا. طب يا حبيبي ايه دنيتك في الدوري المصري؟ لا والله ده انا كسبان ومتصدر الدوري المصري وانا في اسوأ احوالي، بل بالانطلاقه الاسوأ ليا في السنين الاخيره. الاهلي يبلع سموحه 2 يعني مع الرأفه. الاهلي النهارده 2 مع الرأفه، 2 مع باقل مجهود، 2 هو على الواقف. امام عاشور تعالى بقى انا عايزك كده في كلمتين، انت ايه حكايتك؟ مش فاهم يعني. انت النهارده بتجيب الجون التصدر، يعني انت النهارده بتجيب جون التصدر الدوري، وفي ماتش شباب بلوزداد جبت الجون السادس اللي هو 6-1. طب انت قصد ايه بالمدعكه دي؟ بس امام عاشور سيادتك ما تعرفش ان الاحتفال بتاعك عامل ازمه. ليه الاحتفال بتاعك ازمه؟ احتفال امام عاشور لو موجود في اي دوري في العالم هيعدي. يعني كده احنا بنشوف يعني البليهي بيعملها مع الهلال السعودي عادي. يعني انت بتتكلم في نكونكو عملها مع لايزك الالماني، عملها مع تشيلسي الانجليزي عادي جدا. احتفال طبيعي جدا بيحصل في اي دوري في العالم الا الدوري المصري. اي احتفال هتعمله في الدوري المصري هيبقى ماتيريال للاعلام لمده اسبوع، خصوصا لو جاي من امام عاشور. اسمع مني، خصوصا لو جاي من امام عاشور. ليه امام عاشور بالذات؟ لان امام عاشور من يوم انتقاله للنادي الاهلي وهو اساسا يعتبر هو الانظار كلها للاعلام. اي حد عايز ماتيريال في الاعلام فين امام عاشور؟ يلا بينا يا امام عاشور. امام عاشور عمل ايه النهارده؟ امام عاشور سهر فين النهارده؟ امام عاشور راح للتدريبات ولا لا؟ امام جاب جون ولا لا؟ طب امام قعد 4-5 ماتشات ما بيجيبش جوان. امام ما جابش جوان ليه؟ طب امام عاشور بيحتفل بزيزو، ومش يحتفل بيه بس، نو 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 نو، ده كمان فرقعه. زيزو نفيخة.
عجبك اللي عمله امام عاشور ده يا زيزو؟ عجبك يا زيزو اللي عمله امام عاشور؟ امام عاشور احتفل بزيزو وفرقعه. امام عاشور بيحتفل بزيزو وكمان فرقعه. ومش كده وبس، النادي الاهلي يتصدر ترتيب جدول الدوري وامام عاشور بيحتفل بزيزو. النادي الاهلي تصدر ترتيب جدول الدوري برصيد 15 بونت. ونادي لا كله في الكومنتات يعمل بلالين، كومنتات في تعليقات كده اعمل بلالين، اعمل بلالين.